على مدار سنوات عملت إليزابيث بيورك أبحاث كتير عن إيه أكتر الطرق فعالة في المذاكرة، وكان اهتمامها بشكل كبير عن عملية اسمها الإنكودنج، واللي تعتبر من المواضيع المهمة في السياق ده. والنهارده هنتكلم عن تجربة مهمة ليها، ويعني إيه أصلا الإنكودنج وإزاي نقدر نطبقه. طيب يعني إيه الإنكودنج أصلا؟ لما بتتعلم حاجة جديدة لأول مرة، الحاجة دي بتكون موجودة في الشورت تيرم ميموري أو الذاكرة قصيرة الأمد. الذاكرة قصيرة الأمد مش بتشيل معلومات كتير، والمعلومات اللي فيها مش بتفضل فيها فترة طويلة. وهنا بقى يجي دور الإنكودنج. الإنكودنج معناه هو عملية نقل المعلومات اللي في الذاكرة قصيرة الأمد للذاكرة طويلة الأمد علشان تقدر تفتكرها بعد كده بسهوله. وكل ما الانكودنج اتعمل بطريقه احسن، كل ما كان استرجاعك للمعلومات دي بعد كده هيكون اسهل. وده هنتكلم عنه بس بعد ما نتكلم عن تجربه إليزابيث بيورك. إليزابيث بيورك عملت تجربه علشان تشوف تاثير الانكودنج على جوده الاحتفاظ بمعلومه معينه، وهنعمل التجربه دي مع بعض علشان نفهم احسن. هنعرض دلوقتي شويه كلمات على الشاشه، تحاول تحفظهم في دماغك علشان شويه كده وهنسمعهم. الكلمات اللي هتتعرض على الشاشه هتتقسم لنوعين. النوع الاول كلمات عاديه خالص زي اللي قدامك على الشاشه دلوقتي، اما النوع الثاني هيكون كلمات متشال منها حرف او حرفين، وانت عليك ان انت تخمن بقيه الحروف دي علشان تكون الكلمه زي اللي قدامك على الشاشه برضه. التجربه هتبدا دلوقتي، هنعرض شويه كلمات وانت عليك ان انت تحفظهم. هنكمل التجربه ونحاول نسمع الكلمات بس بعد الجزء ده، وده جزء من التجربه. كان في جمله قلناها في الاول بتقول ان كل ما المعلومات كانت انكودد احسن، كل ما كان استرجاعها اسهل. طب يعني ايه المعلومه تكون انكودد احسن؟ الطريقه اللي بنعمل بيها انكودنج للمعلومات ممكن تتقسم لثلاث مستويات. كل ما عليت في المستوى كل ما كان الانكودنج احسن، وبالتالي استرجاعك للمعلومه دي بعد كده هيكون اسهل. المستوى الاول استراكشرال، وده معناه ان انت تكون فاكر شكل المعلومه، يعني كانت مكتوبه ازاي والحروف بتاعتها والكلام ده، لكن مش شرط تكون فاهم معنى المعلومه نفسها. المستوى الثاني فوناتكس او صوتي، يعني نكون حافظين المعلومه بشكل صوتي، زي مثلا ان انت تحفظ معلومه معينه في شكل اغنيه، مش شرط برضو تكون فاهم الكلام اللي انت بتحفظه ده. المستوى الثالث هو السيمانتيك، وده معناه ان انت تكون فاهم معنى الكلام ده، تكون قادر تشرحه وتربطه بحاجات تانية. طبعا المستوى الاول والثاني بيكونوا اقل من المستوى الثالث، اللي بيخليك تحفظ بشكل احسن، وبالتالي تعرف تسترجع المعلومات بعد كده بشكل افضل. دلوقتي بقى هنرجع للتجربه والكلمات اللي ظهرت من شويه. حاول تكتب في ورقه اكبر قدر ممكن تقدر تفتكره من الكلمات اللي انت شفتها. دلوقتي هنعرض كل الكلمات اللي كتبناها من شويه. في الجزء اللي على اليمين هتلاقي الكلمات اللي ظهرت كامله ما فيهاش فراغات، اما الكلمات اللي على الشمال فهيكون فيها الكلمات اللي ظهرت وفيها فراغات. شوف بقى انت جبت كام كلمه صح من الكلمات العاديه اللي ما فيهاش فراغات ومن الكلمات اللي فيها فراغات. لو لاحظت حاجه فغالبا هتلاقي ان انت جبت كلمات اكتر من الكلمات اللي كان فيها فراغات عن الكلمات العاديه، وده بسبب ظاهره مشهوره اسمها الجنريشن افكت او تاثير التوليد. ودي بتقول ان احنا بنحتفظ بالمعلومه بشكل احسن لما بنحاول نجنريت او نولد حاجه في المعلومه دي. يعني مثلا لو بتاخد معلومه لاول مره وجاوبت على سؤال بيسال على المعلومه دي من غير ما يكون المعلومه نفسها عندك، بيكون احتماليه ان انت تفتكرها بعد كده بيكون افضل. ودي طريقه من طرق الانكودنج. نفس النتيجه ظهرت في تجربه تانية عملتها إليزابيث. كانت بتقسم الطلاب لمجموعتين، مجموعه بتديهم جمل معينه يحاولوا يذاكروها، الجمل دي بيكون فيها فراغات، والمجموعه الثانيه ما بيكونش فيه الفراغات دي. وكان اداء المجموعه اللي الجمل بتاعتهم فيها فراغات بيكون احسن. زي ما قلنا من شويه ان كل ما الانكودنج كان افضل، كل ما كان احتمال ان انت تسترجع المعلومه دي بعد كده كان اكتر. طب ازاي بقى نعمل الموضوع ده؟ ممكن ناخد بلومز تاكسونومي او هرم بلوم كمعيار للموضوع ده. كل ما عليت في الهرم ده كل ما الانكودنج كان احسن، وكل ما كان احتمال ان انت تسترجع المعلومه بعد كده كان افضل. لو بصيت كده هتلاقي ان اول حاجه في الهرم ان انت تفتكر الحاجه بدون اي فهم خالص، بعد كده بننتقل للفهم، بعد كده للتطبيق، بعد كده للتحليل. كل ما عليت في الهرم كل ما الانكودنج كان احسن، وكل ما احتمال ان انت تسترجع المعلومه بعد كده كان اكتر. الموضوع ده ليه طرق كتير كنا اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديو ده.